هو أي حد ينفع يزرع قرنية؟ وإيه اللي بنعمله قبل الزرع؟ زرع قرنية هو استبدال نسيج القرنية سواء كله أو جزء منه الأمامي أو الخلفي بنسيج جديد يوفر لينا رؤية أفضل. بمعنى إن إحنا بنعمل العملية دي لأمراض القرنية، زي لو في عتامة أو تعرج شديد في القرنية المخروطية المتقدمة أو حرق في القرنية أو التهاب وخراج. أول حاجة بنحدد نوع المرض اللي موجود وهل ينفع معاه زرع قرنية أو لأ، ونوع زرع القرنية. ثانيا لازم نطمن على كامل العين بعد كده، زي الضغط جوه العين، شكل الخزانة الأمامية ليها، حالة الجزء الخلفي والشبكية من العين، إما إن إحنا نقدر نكون شايفينه بالفحص أو بنفحصه بالسونار. ثم بنعمل اختبار كهرباء للشبكية والعصب عشان ده بيدينا فرصة لمعرفة إمكانية التحسن بعد الزرع أو لا. قبل ما القرنية الجديدة بتجيلي وهي لسه في بلدها بطلب استلام تقرير الفحص بتاعها، علشان لازم أتأكد من جودة القرنية وشفافيتها وعدد الخلايا الطبقية الداخلية ليها اللي بتحدد إن القرنية تفضل شفافة بعد كده، وعمر القرنية دي، وأتأكد من خلوها من جميع الأمراض زي الالتهاب الفيروسي والإيدز وكتير من الأمراض التانية المعدية. لو تقرير القرنية ممتاز بنطلبها، وفي أيام بتكون متوفرة علشان نقدر نشتغل بيها.